إذن في مثل هذا اليوم 6 من نوفمبر سنة 75 900 وألف غزت المملكة المغربية الصحراء الغربية عبر مسيرة أطلق عليها زورا شعار المسيرة الخضراء، لكنها في حقيقة الأمر كانت مسيرة سوداء على الشعب الصحراوي الذي استبيحت أرضه ظلما وعدوانا. مسيرة سوداء كانت إذانا لفصل جديد من الاستعمار في الصحراء الغربية بعد انسحاب الاستعمار الإسباني. عاش خلالها الشعب الصحراوي ولا يزال محروما من حقوقه الأساسية وضحية ممارسات إجرامية جمعت بين القتل، الاختطاف القسري والاغتصاب وكل الممارسات الحاطة للكرامة الإنسانية أمام أنظار العالم، وكشفت عن تورط قوى كبرى شرعنت هذا الاحتلال وساهمت أيضا بالأمس واليوم في تعطيل مسار استقلال آخر مستعمرة في إفريقيا. في عدد اليوم من برنامج حديث الجزائر نقف عند الخلفيات التاريخية للمسيرة السوداء ونقف عند معاناة الشعب الصحراوي في ظل الاحتلال المغربي ودور المجموعة الدولية وكذا مستقبل النزاع. ويشاركني النقاش الليلة في حديث الجزائر كل من الأستاذ مصطفى آيت مهوب الكاتب الصحفي. مرحبا بكم أستاذ. أهلا. الله يبارك فيك، شكرا على الاستضافة. العفو. ويلتحق بنا عبر سكايب من مدريد إذن الأستاذ بلال حبيب أبريكا الباحث في تسوية النزاعات الدولية. مرحبا بكم أستاذ. أهلا. مرحبا بك وسهلا، شكرا على الاستضافة وحييك وحيي ضيوفنا الكرام. نعم، مرحبا بك. ابقى معنا دائما في النقاش. إذن أستاذ مصطفى آيت مهوب، ماذا الذي يعنيه 6 من نوفمبر من سنة 75 900 وألف؟ 6 من نوفمبر 1975 له دلالات كبيرة فيما يخص الشعب الصحراوي، لأنه سيبدأ يعني معركة جديدة مع استعمار جديد. بعد ما تخلص من الاستعمار الإسباني سيبدأ مرحلة جديدة استعمارية مع الجار المغرب. ثم أنه هذا التاريخ كذلك يعتبر نكسة للقانون الدولي، لأنه لم يتمكن من أن يكرس في هذه المنطقة، وبالتالي مسار التحرر ومسار الاستقلال في هذه المنطقة لم ينتهي، وقوض هذا المسار بتواطؤ إسباني وتواطؤ كذلك قوى عالمية فرضت نفسها في هذا الملف وفرضت هذا مسار الاحتلال. إذن هذه المسيرة التي أمرها الملك الحسن الثاني هي في الحقيقة مسيرة حملت في طياتها حالة جديدة، تكريس حالة جديدة، حالة احتلال للمنطقة التي لم يتم، يعني القوى الإدارية الاستعمارية القديمة لم تتحمل كل مسؤولياتها، وذلك بتنظيم استفتاء تقرير مصير، وبالتالي سلمت هذه الأرض التي كانت تستعمرها إلى استعمار جديد. هذا هو ما يمثله هذه المسيرة. طيب أستاذ بلال حبيب، هل نتحدث اليوم عن مؤامرة حيكت آنذاك بالرجوع أيضا لما رفعته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مطلع العام 2020؟ رفعت السرية عن الأسباب التي دفعت إسبانيا إلى التخلي عن الصحراء الغربية التي كانت تحتلها. شكرا لك. وفي الحقيقة أنه الحسن الثاني عندما أعطى الأمر باجتياح الصحراء الغربية في 6 من نوفمبر 75 سبقته أحداث مهمة. نعم. في 13 من أكتوبر 75 كانت بعثة تقصي الحقائق، البعثة التي زارت الصحراء الغربية في 12 من ماي 1975 كانت قد أصدرت في 13 من أكتوبر أصدرت تقريرها، وتقريرها يفيد بأن الأغلبية الساحقة من الصحراويون
كانوا يطالبون بتغيير المصير وأنهم يقفون وراء جبهة البوليساريو كممثل لهم. نعم. بعد 3 أيام في 16 كذلك من أكتوبر صدرت الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والرأي الاستشاري لمحكمة الدولية يفيد بأنه المعلومات التي قدمتها المملكة المغربية وأن هناك روابط بيعة وأن هذه أرض مغربية، المحكمة أكدت أنه ليست هناك روابط بيعة وليست هناك سيادة لا بين الصحراء الغربية والمملكة المغربية ولا كذلك بين المجموعة الموريتانية آنذاك نظام القذافي الذي كان كذلك يطالب بجزء من الصحراء الغربية. وبالتالي لما رأى الملك المغرب على أنه سدت عليه الأبواب من خلال تقرير البعثة ومن خلال الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، هو فسر الرأي الاستشاري لمحكمة الدولية لصالحه وبدأ يهيئ ويجيش الشعب، وقالوا أنه فسرها لصالحه وقال أن المحكمة أعطته الصحراء الغربية وقالت أن هناك روابط بيعة، وبدأ يهيئ الشعب إلى قضية 6 من نوفمبر حدثت المسيرة. لكن الآن يمكننا أن نرى أنه كانت هناك تواطؤ، كان هناك بالصحيح تواطؤ من إسبانيا، كان هناك ضوء أخضر آنذاك من الولايات المتحدة الأمريكية مثل ما رأينا. هنري كيسنجر كان كذلك أعطى حتى الضوء الأخضر للحسن الثاني أنه يجتاح الصحراء الغربية، وكان كذلك اتصال بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا على أن إسبانيا تخرج وأن تسلم الإقليم للصحراء للمغرب. وكان يوما مشؤوما لأنه كان مشؤوما يوما مأساويا، لأنه دخل اجتاح المملكة المغربية اجتاحت الصحراء الغربية 350,000 يعني مشارك في المسيرة، وراء مدجج بقوات. هذا ساهم في تقتيل الصحراويين وتشريدهم من أرضهم وتقسيمهم، والآن بسبب هذا الاجتياح لا نتحدث اليوم عن وجود مخيمات لاجئين في الصحراء الغربية، نتحدث عن احتلال، نتحدث عن مأساة، نتحدث عن غزو وعن آلاف الشهداء، ونتحدث ذلك عن أنه وضعية ما زالت تؤثر على حتى استقرار المنطقة والعلاقات. سنعود لهذه النقطة وهذا المحور أستاذ بالله الحبيب، لكن قبل ذلك أستاذ مصطفى عيسى مغوب لابد أن نقف عند هذا التاريخ الأسود والمسيرة السوداء. نتكلم عن الأسلحة التي استعملت آنذاك في حق شعب أغزل، جرائم يمكن أن نطلق عليها أنه جرائم إبادة. نعم، وهو كذلك جرائم إبادة لا زالت مستمرة بكافة الطرق. قبل أن أعود إلى الأسلحة التي استعملت بعد المسيرة الخضراء لابد أن نتكلم قليلا عن السياق. الأستاذ تكلم على خلفيات قضية محكمة لاهاي، كيف الحسن الثاني استعمل يعني تفسير ويل للمصلين، أخذ جزءا من الحكم ولم يأخذ الحكم كله، لأن الحكم تكلم عن السيادة وقال لا سيادة للمغرب على هذه الأراضي، بالرغم من وجود يعني علاقات مع بعض القبائل. ثم هناك السياق التاريخي الذي أتت فيه هذه المسيرة يريد أن يسوق لها اليوم المغرب أو المملكة المغربية على أنها فكرة الملك الحسن الثاني وحده، وهو ما لا أظنه تماما، لأن المسيرة أتت في سياق تاريخي دولي معين، أنه أمريكا أرادت أن تتدخل في هذه المسألة وأرادت أن تأخذ هذا المسار بالذات، لأن أمريكا رأت أن هذه التغييرات الموجودة على مستوى أوروبا، البرتغال، الثورة البرتغالية التي يعني وصل اليسار إلى الحكم فيها، رأت تقدم الحزب الشيوعي في إيطاليا، انهيار الدكتاتورية العسكرية في اليونان، ضعف إسبانيا وإمكانية سقوطها كذلك بين أيدي اليسار. كل هذا يعني لعب كان له يعني دور في القرارات الأمريكية، بالتالي كان قرار يعني في خضم الحرب الباردة، دعنا نقول أنه كان في خضم الحرب الباردة، وبالتالي أخذت جناح ضد جناح آخر. ثم هناك مسألة مرتبطة بالحكم في إسبانيا في حد ذاتها، أن فرانكو كان مريضا ومريضا جدا. فرانكو الذي يعني وعد
بتنظيم استفتاء تقرير المصير في 74 وعد بذلك لسنة 75 كان مريضا ومريضا جدا، وبالتالي الحالة الصحية لفرانكو خلت يعني النظام نتاعو يتهاوى وبالتالي يضعف. وكان خوان كارلوس، تكلمتي على الوثائق تاع المركزيه التي رفعت عنها السريه سنه 2020 الاستخبارات الامريكيه، الوثائق تقول ان خوان كارلوس كان عميل، يعني عميل مجد يعني ومحترم بالنسبه للمخابرات الامريكيه. نعم. وكان يتمنى ان يوضع على راس كان يعني أميرا، وكان يتمنى أن يكون ملكا على رأس إسبانيا، وكان له ذلك. وكان بالتالي هذا في خضم هذه الأحداث، وكانت كذلك المخابرات الفرنسية لها دور. ألكسندر دي مارانش يعني ساهم في فكرة هذه يعني المسيرة السوداء كما وصفتها، ساهم لأنه كان فرنسا تريد كذلك يعني إنقاذ هذا النظام الملكي المتهاوي حينها، وبالتالي يعني إيجاد نوع من وحدة الشعب حول هذا الملك أو المملكة، وكذلك يعني إبعاد الجيش المغربي الذي كان يعني يقوم بانقلابات متتالية ضد الملك، وإبعاده وإشغال يعني يتم إشغاله بحرب في الجنوب، يعني في الصحراء الغربية. هذه السياقات كلها أتت فيها هذه المسيرة، وبالتالي المسيرة التي سميت حينها خضراء لأنها كانوا يحملون مصاحف. أراد هذا الملك أن يستعمل الدين في حالة استعمارية يعني حقيقية بكل مواصفات القانون الدولي، وبالتالي هذه المسيرة لم تكن سلمية كما يدعون، لأنه كانت فيها أكثر من 20,000 جندي سار مع المسيرة، وكان باتفاق مع خوان كارلوس، لأن خوان كارلوس أخذ السلطة في 31 أكتوبر بالضبط، وبالتالي بدأت في المساومات وفي التفاوض مع الحسن الثاني. كانت المسيرة يعني برغبة كذلك بتواطؤ إسباني، وبالتالي دخول 20,000 هذا جندي هو بالتالي هو اللي سيكرس الاحتلال فيما بعد، وسنرى أنه سيستعملوا يعني كل الأسلحة المتاحة لديهم. صحيح. من طيران، نابالم، تم ضرب يعني الشعب الصحراوي بالنابالم، تم تقتيل، تشريد. نشوفوا اليوم يعني حتى اليوم يعني راهم في الجيل تقريبا داخلين في الجيل الثالث نتاع الصحراويين متواجدين في مناطق اللجوء في تندوف. كل هذه المآسي كانت مآسي ناتجة لهذه المسيرة المشؤومة. نعم. طيب أستاذ بالله، مسيرة مشؤومة ربما لا يمكن أن نطلق عليها غير هذا. أفرزت 48 سنة من تعذيب وتقتيل واغتصاب في حق الشعب الصحراوي أمام أعين الهيئات الدولية. صحيح، هو المسيرة كانت كارثية وشردت شعبا وقسمته، مع أنه من العلم أن الأمم المتحدة حينها تأسفت على المسيرة الخضراء، ولكن كذلك في نفس الوقت طالبت المغرب بسحب المشاركين في المسيرة الخضراء من إقليم الصحراء الغربية. نعم. وثم بعد ذلك كذلك الأمم المتحدة في قرارها 34/37 عام 1978 الجمعية العامة المتحدة وصفت المغرب، طالبت منه إنهاء احتلال الصحراء الغربية. بناء هذا كان على ضوء وبناء على قرار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وكذلك التغير الصادر عن البعثة التي ظهرت الصحراء الغربية. اليوم بعد كل هذا الشعب الصحراوي رغم التقتيل ورغم التشريد، هناك جمهورية عربية صحراوية ديمقراطية، هناك قائمة عضو في الاتحاد الإفريقي، موجودة بعثات دبلوماسية في العالم أقوى مما كانت، وأصبحت معادلة في المنطقة. ولا يمكن مثل ما رأينا أنه بعد 40 سنة موجودة، ولا يمكن أن يتحقق أي شيء في المنطقة، خصوصا في منطقة شمال أفريقيا مثل ما رأينا، لا اتحاد مغرب عربي ولا استقرار ولا تنمية حتى في المغرب نفسه، من دون أن يتم حل هذه القضية التي عمرت طويلا وفق قرارات المتحدة. المغرب كان يراهن على أنه المسيرة الخضراء ستكون عبارة فقط يعني جولة أسبوعين لما كان يسموها الحسن الثاني، وكان يوهم حتى الإسبان والأمريكان وغيرهم من الغربيين أنها فقط
عبارة عن جولة أسبوعين وسينتهي الأمر طال، لأنه هناك شعب صحراوي موجود، وأن هناك وكافح وحرر الكثير من أراضيه، وقام وأعلن عن دولة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي الآن موجودة. وبالتالي لم يتحقق للمغرب ما كان يريده، وأنه حتى الوحدة المغرب اليوم يتحدث دائما، لأن هناك سرديات مختلفة. المغرب يتحدث عن المسيرة الخضراء باعتبارها أنه نصرا مؤزرا، وأنه استعاد ما يسميها الصحراء الغربية الأراضي الجنوبية. لكن في الحقيقة الوحدة الترابية التي يتحدث عنها المغرب هي نفسها الوحدة. هي المغرب حتى مندوبو المغرب في الأمم المتحدة في 66 مندوب المغرب في الأمم المتحدة كان يطالب باستقلال الصحراء الغربية. طيب أستاذ بالله، نصر على ماذا؟ نصر على الإنسانية أو نصر على أي شيء؟ نشاهد اليوم كل صور التقتيل والتعذيب وأيضا التشريد. أي نصر يتحدث عليه النظام المغربي؟ والله في السرديه المغربيه، اذا ما حاولنا ان ننظر لها من السرديه المغربيه، هو يعتقدون انه استعادوا المغرب لديه هذه الفلسفه التوسعيه، الاطماع التوسعيه، يطالب بالصحراء الغربيه ويطالب باراضي، يطالب كذلك بموريتانيا ويطالب كذلك باراضي جزائريه، ولديه مشاكل مع كل الجيران. ولكن هو يعتبر أن الصحراء الغربية هو يسوق داخليا خلال العقود الماضية للشعب المغربي، وخلال كذلك سنويا تخلد المسيرة عن المغرب على أنها مسيرة خضراء، على أنه المغرب استعاد أراضيه. ولكن في الواقع هو احتل أراضي جديدة وقسم شعبا، وأنه حتى هناك تناقضات، لأنه المغرب في 91 المغرب قابل للاستفتاء في أرض هو يعتبرها أرضه، قابل للاستفتاء فيها، موجوده فيها البعثه الامميه تعظيم الاستفتاء في الصحراء الغربيه وهي المينورسو. ثم قبل ذلك المغرب كذلك قال انه الصحراء مغربيه، وهو قسمها مع نظام داده الموريتاني. اذا كانت ارض مغربيه لماذا يقسمها؟ في يناير 2017 عندما انضم المغرب الى الاتحاد الافريقي صادق على ميثاق تاسيس الاتحاد الافريقي الذي يدعو الى احترام سياده الدول واحترام حدودها. بالتالي المغرب يقول أنه هذه أرضه، ولكن هو يقع في تناقضات كثيرة، وإلى حد الساعة موجودة المينورسو. لماذا المينورسو موجودة في الصحراء الغربية إذا كانت أرض مغربية؟ صحيح. هذا يحاول المغرب أن يغطي مناورات. نعم. يسوق داخل دائما سنويا على أنه هذه مسيرة خضراء استعاد من خلالها المغرب من أرضه، ولكن في الحقيقة هي مسيرة احتلال وأدت إلى تشريد شعب وتقسيم. نعم. طيب في إطار هذا أستاذ أيت موهوبة، لا تعتقدون أن العقيدة التوسعية للمغرب وعدم احترامه للشرعية الدولية يغرقلان بشكل خطير أي محاولة للتنمية في المنطقة المغاربية؟ تحضرني مقولة للرئيس الراحل هواري بومدين الذي قال أن هناك دولتين في العالم لا نعرف حدودها، إسرائيل والمغرب. لا أحد يستطيع اليوم يقول وش هي الحدود نتاع جوج دول هذا. صحيح. أعود قليلا إلى مسألة يعني المسيرة. بعد المسيرة كانت اتفاقية مدريد المشؤومة التي تم الإمضاء على تقسيم، كما قال الزميل من الصحراوي، تم تقسيم الأراضي الصحراوية على دولتين. نعم. ثلثي الأراضي أخذتهم المغرب، وثلث الباقي أخذهم موريتانيا. ونفس هذا الموريتاني اللي كان يطالب بأراضي يتنازل عليها في 79 في اتفاقية صارت هنا في العاصمة في 1979 في الجزائر، أنه قال أن أراضي ليست لي، وبالتالي تعود إلى سكانها الحقيقيين اللي هم الصحراويين. إذن منذ البداية الفكرة التوسعية المغربية، منذ الخريطة الوهمية لعلال الفاسي إلى غاية اليوم، نشاهد أن المغرب يتخبط في مسألة الحدود. في 63 قبيل حرب الرمال التي قبرت الاتحاد المغاربي أو ما يسمى بمغرب الشعوب حينها. نعم. في 63 حرب الرمال قبرت ذلك، واعتداء مغربي على الجزائر. قبيلها بقليل يقول كذلك الرئيس الراحل هواري بومدين أن المغرب طلب من الجزائر أن تعطى لها يعني
منطقة عسكرية بقاعدة عسكرية بتندوف حتى تتمكن من ضرب موريتانيا. نعم. لأنها كانت تطالب بالأراضي الموريتانية، وكانت تطالب يعني بحدود إلى غاية نهر السنغال. يعني هذا شيء غير عادي. ونفس هذا المغرب يعني يدخل إلى منظمة الوحدة الإفريقية وينخرط في منظمة الوحدة الإفريقية، بالرغم أنه أحد يعني مبادئ قيام منظمة الوحدة الإفريقية هي احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار. هو يريد أن يفرض منطقه حتى في المنظمات التي لديها ميثاق يعتمد عليه. كما قال ضيفك من إسبانيا، حتى الاتحاد الإفريقي اليوم الصحراء الغربية أو دولة الجمهورية الصحراوية الديمقراطية هي عضو مؤسس وبكامل الحقوق في اتحاد المغرب. هو ينضم إلى هذا الاتحاد ويعترف ضمنيا بالجمهورية الصحراوية، ولكنه يبقى يكرس يعني واقع الاستعمار. هذا العمل يعني يؤدي أنه كل إمكانيات بناء اتحاد مغاربي، اتحاد شعوب حقيقي يعني تبقى يعني وهم بعيد المنال. نعم. تلتحق بنا اللحظة الأستاذة سلطانة خياء، الحقوقية والمناضلة الصحراوية، عبر الواتساب من جنيف. مرحبا بك يا أستاذة. مرحبا بك وسهلا، مرحبا بك، شرفني يعني وجودي معكم. الشرف لنا. نعم، الشرف لنا أستاذة. طيب أستاذة، تعرضتم خلال كل هذه السنوات لكل أصناف التغذيب النفسي والجسدي، أيضا تعرضتم عدة مرات لمحاولة التصفية الجسدية بسبب دفاعكم المستميت عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، واليوم نتحدث عن مسيرة سوداء بسببها عانى الشعب الصحراوي لمدة 48 سنة تحت أعين الهيئات الدولية. شرفني يعني أن نشارك معكم في هذا الحدث اللي هو يتكلم عن المسيرة السوداء اللي في اجتياح الاحتلال المغربي 31 أكتوبر، واللي بالفعل عنا كصحراويين مشينا ضحايا على أيدين الاحتلال المغربي، اللي بصفتنا كمدافعين عن حقوق الإنسان، واللي نحن كنساء صحراويات نتحدثوا عن هذه المعاناة وندافعوا عن هذه الانتهاكات. بالفعل عنها كانت الحقيقة مسيرة طويلة من المعاناة، من الاختطافات القسرية، من الاعتقالات، من التعذيب، من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. نعم، تفضلي نستمع إليك. أستاذة خياء، أنت معنا عبر الواتساب من جنيف. يعني على قدر ما نتكلم عن ما عاشه الشعب الصحراوي آنذاك، إلا أنكم عايشتم هذا وتعايشونه بشكل يومي. يمارس الاحتلال المغربي جميع أنواع القتل والتعذيب والتشريد في حق الشعب الصحراوي. بالفعل عنا صفتنا كنساء صحراويات تعرضنا لهذه الجسيمة لحقوق الإنسان اللي تعرضنا لها من طرف الاحتلال المغربي، واللي هي غطر عنها 48 سنة من الجمر، 48 سنة من الإهانة والويلات الاحتلال. عشنا تحت وطئة الاحتلال المغربي اللي يعني عنا تعرضنا لجميع أشكال الانتهاكات الجسيمة، واللي تزامن مع هذه الذكرى المشؤومة اللي هي ذكرى المسيرة السوداء ليوم 8 مولي تدخل على قديميزيك، اللي هي كان مولي حدث يعني تاريخي من الانتهاكات اللي تعرضنا لها بصفتنا كصحراويين وصحراويات في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، واللي مارسوها علينا إلى يومنا هذا. يمارسوا علينا جميع الوسائل اللي الحقيقة حاطة من الكرامة، من التعذيب، من القمع، من الحصار، من غيره. يعني هذا كامل اليوم يمارس علينا كصحراويين في الجزء المحتل
من الصحراء الغربية، واللي هي تمارس علينا الحياة اليومية. يعني أنا هذه هي المعاناة اللي نتعرضوا لها، واللي المنازل محاصرة، الشباب مستهدف بطريقة وحشية، اللي يعني عنه في السجون، غيرها مستهدف بالمخدرات، مستهدف بالعديد من الانتهاكات، النساء، الصحراويات، الأطفال. يعني هذا مصير شعب نتعرضوا له يوميا من المعاناة ومن التعذيب ومن غيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وهذا كامل يعني أنه يمارس علينا كل يوم، يمارس علينا. نعم. طيب أستاذة خيا، ماذا أغنى الهيئات الدولية التي ترى وتشاهد كل هذا اليوم؟ نعم، سنعود إلى الأستاذة سلطانة خيا بعد قليل. أستاذ مصطفى آيت مهوب، كنا نتكلم عن هذه الممارسات التي تمارس في ظل الهيئات الدولية ترى وتشاهد بأم أعينها ما يحصل اليوم على الأراضي الصحراوية. إلى أين؟ أكيد. دعيني أحيي سلطانة خيا اللي هي مناضلة حقيقية. سلطانة تحمل اسمها أيقونة في النضال. نعم، تحمل اسمها كاملا، سلطانة نضال. هي رمز وأيقونة النضال النسوي من أجل انعتاق الشعب الصحراوي، من أجل شعبها ومن أجل استقلال بلدها. يعني أحييها على صمودها، وأقول أنه الآن يعني تقريبا المغرب راه في وضعية إن لم تستحي فافعل ما شئت، فهو يفعل ما شاء قمع. يعني يسلطه على الصحراويين الموجودين في المناطق المحتلة قمع وحشي، محاولة تغيير يعني السكني، تغيير العرقي في المنطقة، يعني محاولة يعني الدفع كما قالت السلطانة خيا يعني المخدرات، دفع الشبيبة الصحراوية إلى هكذا تناول المخدرات وما يشبه. كل هذا تعمل أمام أعين يعني المنظمة الحكومية التي لا تسمح لها بزيارة المناطق المحتلة، بالرغم من أنها تطلب في كل مرة أنها تزور هذه المنطقة. يعني برلمانيين، صحفيين، جمعيات حقوق دفاع عن حقوق الإنسان هي ترفض دائما، وهذا منذ يعني مدة، وهي تقوم بذلك. شاهدنا الطريقة الوحشية التي قمعت بها قديم ميزيك، وإلى حد الآن مناضلي قديم ميزين لا زالوا يقبعون في سجون المملكة. لاحظنا كذلك أنهم الآن يعني يحاولون أن يفرضوا يعني منطقهم على الاتحاد الأوروبي، يعني التي كانت تشترط دوما يعني أي اتفاق شراكة يعود يعني بالمنفعة للسكان الأصليين، ويكون في ظل احترام حقوق الإنسان كشرط. يعني كل هذا وبالرغم من يعني الأمم المتحدة تقارير كلها يعني تشجب ما تقوم به المملكة المغربية في هذه المنطقة وضد هذا الشعب المسالم، فنرى أنه لا زال يتمادى في يعني في أعماله تماما كما تفعل إسرائيل بالفلسطينيين بدون أي رادع. نعم، سياسة الكيل بمكيالين سنعود لها. التحقت بنا من جديد الأستاذة سلطانة خيا الحقوقية والمناضلة الصحراوية. أستاذة، بما أنك اليوم أيقونة للنضال النسوي الصحراوي، تحملين قضيتك، قضية الصحراء الغربية في مختلف المحافل الدولية. أي صدى اليوم للقضية الصحراوية في الهيئات الأممية وفي الدول الأوروبية؟ بالفعل عن احنا كنساء صحراويات ندافعوا عن الكرامه وندافع عن تقرير مصير الشعب الصحراوي، كمدافعات كضحيات بالفعل عن صوتنا اليوم تجاه نوصلوه للعالم من اجل ايصال الصوت، من اجل ايصال صوت المراه الصحراويه اللي هي تعيش في الجزء المحتل من ارضنا واللي هي منتهكه. بالفعل انا عندي جوله رايك في سويسرا حول الانتهاكات الجسيمة وحول شهادة حية
نتحدث بها عن المعاناة اللي عاشت المرأة الصحراوية من 75 إلى يومنا هذا، وبصفتي كضحية وشاهد حي للعالم من أجل كشف فضائح الاحتلال المغربي وممارسته اللي مارس علينا كنساء صحراويات نعيشوا في الصحراء الغربية. نعم، ابقي معنا أستاذة سلطان خيا. أعود لك أستاذ بالله حبيب بريكة. نتحدث اليوم عن كيانين متشابهين كما وصفهما الأستاذ مصطفى أيت مهوب، كيان صهيوني يمارس أبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني الأغزل، وكيان آخر يشابهه في كل شيء، الكيان المغربي والاحتلال المغربي الذي يستعمل كل الطرق والأساليب لإبادة الشعب الصحراوي وإسكاته عن المطالبة بحقه وعن استقلاله. صحيح، هو أنه المملكة المغربية بما أنه الصحراء الغربية بالتالي تبيح كل أنواع الممارسات من أجل إبقاء على الصحراء الغربية، وتستخدم في ذلك كل شيء، التنكيل والسجن، الاغتصاب، يعني شراء الدم وشراء اموال. هذا راينا يعني فتح القنصلية الإسلامية، وكل هذا الشعب الصحراوي، كل هذا تكريس الاحتلال مرفوض من قبل مرفوض من قبل الدولي، ومرفوض كذلك احد المنظمات الاخرى. بالتالي المغرب حالة راينا مواجهة حالة مع الشعب الصحراوي. نعم، سنعود إليك بعد قليل أستاذ بالله الحبيب بريك. أستاذة إذن أو أستاذ مصطفى أيت مهوب، في ظل التطورات الحاصلة في العالم أين هي القضية الصحراوية؟ سؤال وجيه. اليوم رأينا هذا الغرب يعني الذي يستند إلى ما سماه القواعد يضع يعني ميثاق الأمم المتحدة بين يديه ويطبقه كما شاء. شاهدنا الموقف هذا الغرب في أوكرانيا، ولكن شعوب كالشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي الذين يعانون منذ عشرات السنين تحت نير الاستعمار لا نراهم يعني بنفس يعني دعنا نقول بنفس يعني القوة يطرحونها كالمشكل. الآن القضية الصحراوية يريدون أن يفعلوا كل شيء حتى ينساها العالم، ينساها الرأي العالمي، بالرغم أن الصحراويين يناضلون يوميا ويجاهدون يوميا ليبقوا يعني على أرض الواقع، ويبقى القضية الصحراوية تبقى يعني مطروحة على المجتمع الدولي وعلى المنتظم الدولي. نلاحظ أنه هناك مؤامرات من بعض الدول تحاول أن تغير طبيعة القضية الصحراوية وأن تخرجها من طبيعة يعني أراضي غير مستقلة محتلة، يعني يطبق عليها القانون الدولي، وبالتالي القانون 14 و 15 يعني لتقرير المصير، وبالتالي محاولة أن يفرض هذه فكرة الاستقلال الذاتي فرضا. ونشاهد أنه حتى في مكونات يعني الأعضاء الدائمين للمجلس الأمن يعني يمشي في هذا الإطار وفي هذا الطريق. وأذكر هنا على سبيل المثال فرنسا التي هي حامية هذا النظام الملكي المغربي منذ يعني منذ ظهوره إلى أرض الواقع إلى يومنا هذا. نعم، إذن هناك سياسة الكيل بمكيالين. هناك بعض الدول تعرقل أن تصل القضية الصحراوية إلى مكانها الأصلي وأن يتحرك مجلس الأمن كما تحرك في العديد من القضايا. أكيد. الآن أقول أنه التغييرات الحاصلة في العالم أنه منطق بعض الدول التي تفرض تطبيق قواعدها
وليس قانون الدولي في العالم. هذا المنطق يعني هناك قوى تعارضه وهي في طور التكوين، وهذه الأقطاب في طور التكوين. وأظن أن القضية الصحراوية في المستقبل القريب ستجد دعما دوليا كبيرا، وستجد يعني طريقها نحو الحل، وذلك يعني الطريق الذي لا مناص عنه، وهو تطبيق يعني استفتاء تقرير المصير. نعم. طيب أعود للأستاذة سلطان خير. أستاذة سلطان، ما هي ربما إذا أردنا أن نصف واقع الشعب الصحراوي، أي وصف يمكن أن نطلقه؟ إذا سنعود للأستاذة سلطان خير بعد قليل. إذا أستاذ مصطفى آيت موهوب، ما هي المسارات التي يمكن أن تتجه إليها القضية الصحراوية؟ ذكرتم في مقابل الآلة المغربية والتعذيب والقتل والاغتصاب الذي يمارس في حق الشعب الصحراوي. هناك أيضا مواقف تحرزها القضية الصحراوية في مختلف المحافل الدولية. يعني المغرب أو المملكة المغربية والاحتلال المغربي يريد أن يوهم العالم بفتح قنصليات في الداخل والعيون في المدن الصحراوية المحتلة أنه هناك دعم دولي له، وهذا الدعم الدولي لا نراه في أرض الواقع، لأنه ولا دولة لها قنصلية في الأراضي المحتلة تعترف علنا ورسميا بوضع يعني القائم حاليا وضع الاستعمار المغربي، ولا دولة تعترف بمغربية ما يسمى بمغربية الصحراء الغربية. كل الدول تستند إلى الأمم المتحدة وتقول أن القضية في أروقة الأمم المتحدة، وبالتالي قضية تصفية استعمار في النهاية. والواضح أن الآلة الدبلوماسية الصحراوية نشطت مؤخرا وأنه استطاعت أن تحرز انتصارات عديدة في العالم وبالتحديد في إفريقيا. إذن أقول أنه ما دام هناك حق ومراءهم مطالب وهم الصحراويين، لا أظن أنه يعني هذه الحلول الترقيعية التي تقدمها المغرب سيكون لها يعني وجود. والعودة إلى طاولة الحوار هي في المحصلة هي الحل، وطاولة الحوار التي تنتهي بتطبيق الشرعية الدولية وأي استفتاء تقرير المصير. نعم. إذا حتى نختم أستاذ بالحبيبي، مستقبل لحل القضية الصحراوية بعد العودة أو عودة البوليساريو للكفاح المسلح. نعم أستاذ أبله، هل تستمع إلينا جيدا؟ نعم. سألتك عن أي مستقبل لحل القضية الصحراوية بعد عودة جبهة البوليساريو للكفاح المسلح. أنا أعتقد أن الشعب الصحراوي في 13 من نوفمبر لما استأنف الكفاح المسلح قد قرر مصر. نعم. في 75 بعد احتلال المغربي انشق البندقية وقال أنه سيحرر كامل ترابي من احتلال المغربي. الآن بعد عقود أكثر من 3 عقود يعني السلام. نعم. أنه الشعب الصحراوي نعم. نعم. شكرا جزيلا لكم الأستاذ بالله الحبيب أبريكا، الباحث في تسوية النزاعات الدولية، كنتم معنا من مدريد عبر سكايب. شكرا جزيلا. شكرا لك. الشكر موصول لك الأستاذ مصطفى آيت موهوب الكاتب الصحفي. شكرا جزيلا. وأيضا نشكر الأستاذة سلطان خير الحقوقية والمناضلة الصحراوية، كانت معنا عبر الواتساب من جنيف. وبهذا نختم أوراق البرنامج لليوم، نلتقي غدا في نفس التوقيت.